مستفيدة من المال القطري، تسابق تركيا الزمن لزيادة نفوذها في الصومال عبر الاستثمار المالي والاقتصادي والعسكري، مستغلة ضعف الحكومة في بلد يعاني الفوضى منذ أكثر من 30 عاما. التحرك التركي الأخير يبدأ من قرار أنقرة سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية، والتي تعادل مليارا و600 مليون دولار تقريبا، وهو مبلغ يعجز الاقتصاد التركي عن التضحية به في الوقت الراهن بحسب ما أفاد خبراء اقتصاديون لقناة العربية. الخبراء أفادوا بأن تركيا ستلجأ غالبا إلى قطر لتوفير هذا المبلغ الذي لا يبدو رقما صعبا قياسا بما تدفعه الدوحة في الصومال بعائد سياسي تحصده تركيا. أنقرة زادت في الآونة الأخيرة استثمارها في الملف العسكري بالصومال من خلال إقامة قاعدة دائمة، فضلا عن مراكز لتدريب الجيش والأمن أخذت اسم توركسوم، هدفها المعلن مساعدة الصومال. أما الهدف الحقيقي فزرع عقيدة قتالية موالية لها وضامنة لمصالحها في المنطقة. الدور التركي في الصومال يتشعب إلى أبعد من ذلك، فأنقرة تسيطر على مشاريع البنى التحتية وعلى أهم موانئ البلاد، بالإضافة إلى دورها في التنقيب عن النفط في مياه الصومال الإقليمية.